السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي في قناتي. النهارده هنعمل مع بعض. بصوا انا جبت 2 كيلو لبن فقطعوا مني، فطبعا في ناس كتير قوي بترميهم فحرام. دلوقتي هنعمل منهم الجبنه الموتزاريلا. مش هنحتاج غير زي ما قلت لكم كده 2 كيلو لبن ونص كوبايه او مج هيبقى خل وعصير ليمون بس. دلوقتي كده هننزل بنص مج الخل، نفضل نستمر في التقليب كده زي ما احنا شايفين لغايه ما نحس اللي هي بتلم زي كده. ايوه كده يبقى كده هي دلوقتي بتعمل جبنه موتزاريلا. احنا كده حطينا نص المج الخل، هنقعد نقلب كده كل دقيقتين كده نقلب. دلوقتي بعد 5 دقايق هننزل بعصرة الليمون اللي انا قلتلكوا عليها برضو، هنقلب برضو كده زي ما احنا شايفين. نستمر في التقليب برضو زي ما احنا شايفين. بصوا بدأت تتماسك اهو كده. هنقلب برضو لغايه ما تبقى كتله كده. بدأت زي ما انتم شايفين. بصوا تعمل بقى كتل كده. برضو هنفضل نستمر في التقليب كده زي ما احنا شايفين كده. بصوا بدأت اهي تعمل. انا لميتها على جنب، شايفين بجد احسن من بره. ياريت تجربوها. تبرد كده واطلعها اوريها لكم. وسهله جدا، وبره انتوا عارفين غاليه، تعملوها في البيت سهله جدا زي ما احنا شايفين كده. بصوا شايفين اهو. ماشي بقى نطلعها بقى كده، بردت شويه. طبعا هنصفيها كويس جدا تاني. بصوا كده هي ال2 كيلو هتطلع لكم اكتر من نص كيلو جبنه موتزاريلا. متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه.